الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 52 جنيه في بنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا في القناة. إن شاء الله اليوم معنا تحديث جديد بسعر الدولار في مصر اللي شهد حالة من الاستقرار الواضح، وده في أغلب البنوك، وده طبيعي بسبب إن النهاردة أجازة للبنوك فمفيش تعاملات قوية. الدولار حافظ على نفس المستويات اللي قفل بيها الأسبوع اللي فات. في البنك المركزي المصري يسجل الدولار 51 جنيه و94 قرش للشراء، 52 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري يسجل الدولار 52 جنيه و56 قرش للشراء، 52 جنيه و66 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 52 جنيه و58 قرش للشراء، 52 جنيه و68 قرش للبيع. في بنك القاهرة سجل الدولار 52 جنيه و56 قرش للشراء، 52 جنيه و66 قرش للبيع. بنك الإسكندرية سجل الدولار 52 جنيه و57 قرش للشراء، 52 جنيه و67 قرش للبيع. لو عايز تتابع سعر الدولار لحظة بلحظة وتعرف أي حركة بتحصل أول بأول، اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.